السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. النهاردة يوم جديد، فيديو جديد، عايزة اقول لكم حاجة هتسهل عليكم حياتكم جدا. حاجة هتساعدكم ان انتوا تعرفوا تستثمروا وتدخروا ويبقى لكم نشاط وشغل وده. كل ست، يعني عايزة اقول لكم كل ستات البيت المسحولين مع العيال ومع الاولاد، ولادي بيسمعوش الكلام. جايبه لكم كده 5 حاجات يا بنات، اسمهم يعني عايزه اقول لكم مسمينهم ايه، خماسيه النجاح. ايوه، خماسيه النجاح. كل ست بيت تمام بتقول لي انا مش عارفه من كتر الضغوطات اللي عليا يا مس اشتغل، مش عارفه اسيب ولادي متعبين جدا، ولادي اشقياء جدا، انا مش عارفه انجح في حياتي بسبب اولادي، انا ولادي مش معتمدين على نفسهم، وعلى بال ما ادور على الولد الاقي البت تعباني، على بال ما الم ورا البت الاقي الولد بيعمل لي مشاكل بره كتير، ما بيسمعش الكلام، عيالي بيكذبوا، عيالي ما بطلوش ضرب في بعض، وعيالي وفي ناس كتير شايفه انا ما عنديش ولا قرايب ولا ام ولا اب جنبي ان انا اسيب ولادي عندهم واطلع اشتغل، ولادي مش مهديين، بشوف ناس كتير قوي ولادهم مهديه وبيسيبوهم في البيت. عايزه اقول لكم الفيديو ده ان شاء الله هو اللي هيخليكي توفري، هو اللي هيخليكي تعملي فلوس، هو اللي هيصحح لك حياتك. زي ما بقول لكم يا بنات، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، زي ما بقول لكم دي اسمها خماسيه النجاح في الحياه. ازاي تخلي حياتك ناجحه ب5 حاجات بس، والحاجات دي بناء عليها هنترتب ان انت تعرفي تشتغلي، تعرفي تبني نفسك، تعرفي تعملي مشاريع، تعرفي تشتري دهب، تعرفي تبقي غنيه، تعرفي حاجات كتير قوي بتبدا من النقط اللي هي اساسا بتبقى السبب في ان احنا مش عارفين او مش متشجعين نعمل حاجه. صليتوا بينا على النبي، زيدوا النبي صلاه. كل يوم كده من الاسبوع هقرب لكم كده من جوه بيوتكم، لكل واحده فيكم من عقلها شويه، او كل حاجه يعني ايه، كل هجيب لكم كده كل فين وفين موضوع يخش قلبك كده، اللي هو انت في حاجه عايزه تعمليها بس مش عارفه، في حاجه نفسي اقولها لحد ويحلها لي بس انا مش عارفه. فكل اسبوع كده ان شاء الله يبقى لنا يوم ان احنا نتكلم فيها، ندخل جوه قلوب بعضينا، هندخل جوه بيوت بعضينا بمعنى اصح، نشوف مشاكلنا ايه. خلاص، وعايزاكم تكتبوا لي وتكتبوا لي حتى لو بصوا احنا يعني كلامنا عن الادخار والتوفير، في حاجات كتير قوي بتبقى سبب ان اعاقه لينا او يعني عائق لينا ان احنا ما نعرفش نوفر وندبر ونحوش وكده، بسبب يعني اعطال تانية في حياتنا بمعنى اصح. طب النهارده ايه؟ عايزه اقول لك، واحده حبيبه قلبي من متابعيني كانت بعتالي، يا مسك انا ابني ابتدى يكذب، ابني بقى في سن المراهقه من 14 ل 15 سنه ابتدى يشرب سجاير. واحده تانية تيجي تقول انا ابني جايب لي مشاكل بره كتير، بنتي مغلباني ما بتصليش، بنتي مثلا كل ما اجي البسها الحجاب وبقت ما شاء الله مدمزيل مش راضيه تلبسه، وهكذا مشاكل، وولادي بيجيبوا لي مشاكل بره، ولادي في وسط البيت بيتخانقوا، كل ده يا مسك تعب لي اعصابي، كل ده مشتتني، كل ده مخليني ولا عارفه اتضير اوفر ولا ادبر ولا اعمل مشاريع، وكل همي وكل ضغوطاتي في الحياه والهادي ان هم ضاغطيني فوق يعني اقول لك ايه، فوق اللي هو المستطاع بتاعي، وقتي كله ضايع، ما بعرفش اوفر كده، يمكن كمان في الميزانيات ما بعرفش امشي بيها بالظبط، او احدد يوم النهارده طبيخ كذا وكذا، من اللي هو كنت حياتي ماشيه همجيه بمعنى اصح. هقول لك 5 حاجات اقسم بالله لو عملتيهم والتزمتي عليهم كل مشاكلك في الحياه تتحل. ساعات بيبقى كل واحد ليه مشكله يعني ايه ممغصه عليه حياته بمعنى اصح، اللي هو ايه مش عارفه تبداي بسببها، سواء ولادي قرفني في حياتي معلش ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، سواء زوجي مش كويس معايا، زوجي قافل عليا في المصاريف وبخيل، لو ما لاقيش من الناحيه دي الاقي زوجي مثلا معلش في الكلمه بيبص بره وعينه زايغه بمعنى اصح. الرجاله في ناس كده ربنا يعفينا عنهم يا رب العالمين، ويعفي كل المسلمين اجمعين من اي حاجه وحشه. واحده تانية تيجي تقول لك مثلا جوزي هاملني، ساخي معايا وده وهاملنا، في ولادي مش متعبين، بناتي مش مظبوطين معايا، مهما صاحبهم ومهما كده لا بيلجأوا دايما لاصحابهم وللناس اللي بره. ففي كل حاجه واحد تلاقي فيه مشكله كده في بيته ما حدش يعرف يحلها الا هو، او انا مش لاقيه لها حل أو عايزه اقول لك 5 حاجات ان شاء الله باذن الله جايباهم لك، 3 من القران و2 من السنه، لو مشيتي عليهم ان شاء الله حياتك هتتغير للاحسن بفضل الله. تمام، حال ولادك هيتغير تماما ان شاء الله باذن الله. صليتوا بينا على النبي الاول، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاه عليها افضل الصلاه والسلام. ربنا يهدي لكم اولادكم ويهدي اولادي جميعا، ولايك يا بنات واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. تيجي واحده تقولي فين التوفير في كده يا مسك؟ هو ده التوفير، هو ده الاستثمار في حياتنا. لما تبني حياه من الاول صح ده هيترتب عليه كل اللي حياتك بعد كده هتبنيها من كل حاجه بقى، الادخار والتوفير وكل حاجه، وهتتشجعي تعملي كل حاجه من احنا بنصحح اخطاء اساسا اللي هي ايه مسببه لنا اعاقه بالحاجه دي، ان احنا مش عارفين نبدا ولا توفير ولا كده. طيب اول حاجه يا بنات، تمام، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا
تمام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. تمام. واجعلنا للمتقين اماما. الايه الكريمه دي دايما ردديها، دايما ردديها، اكتبيها وردديها. هاتي ورقه كده واكتبي الحاجات اللي انا هقول لك عليهم، الخمس حاجات دولت، والزقيها قدامك عندك على السريحه، على الثلاجه، في اي مكان انت قاعده فيه بمعنى اصح، ورقه عاديه وبقلم جاف، وانت رايحه وانت جايه قولي كده. صدقيني يعني ربنا هتلاقيه بيديكي بدون مقابل، هيجيب لك. بصوا ركزوا واستشعروا كلمه اسم الله الوهاب، ان ربنا بيرزقك وبيوهبك من غير ما يبقى انت، حتى لو انت ما تستحقيش، حتى لو انت ما تستحقيش ان ولادك يبقوا كويسين ومتفوقين، حتى لو انت ما تستحقيش ان ربنا يبقى مخليكي غنيه وعندك فلوس وذهب وعقار وكده، اعرفي ان ربنا الوهاب، بيرزق بدون حساب، بيعطي بدون مقابل. دايما كوني على يقين ان ربنا هو قادر على كل شيء. تمام. يعني استشعروا يا بنات دايما كلمه الوهاب، تمام، ان هو يدوكم ان شاء الله بدون مقابل. تمام. عايزاكي كمان تاني حاجة كمان الدعاء اللي هو تفضلي ماشية بيه برضو من القرآن الكريم، اللي هو ثاني الأولاد، البنات اللي ما بيصلوش، ولادك اللي ما بيصلوش، اللي تعبينك مثلا ومش ملتزمين بحجاب ولا وحاجات كتير قوي كده. دايما قولي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سيدنا إبراهيم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول كده، اللي هو ايه يا بنات، ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل ده. حتى لو انت ذات نفسك مش ملتزمه بالصلاه، تمام، او اللي هو بصلي بس باخر صلاتي، او بصليها قضا والكلام ده، لا، الدعاء ده هيخليكي انت تلتزمي بالصلاه، اولادك يلتزموا بالصلاه، الهدوء ان شاء الله يعم في حياتك، هيترتب عليه انك هتعرفي تفتحي بعد كده افكار لمشاريع وادخار وتوفير. تمام. تالت حاجه يا بنات من الدعاء، بالله عليكم ضغطوا لايك ولا لا؟ الفيديو ده بجد انا هعتبره من احسن الفيديوهات على القناه بتاعتي. ليه؟ علشان بنطبق فيها حاجه، يعني اللي هو القران والسنه، بنطبق حاجه بشرع الله سبحانه وتعالى اللي هي تغير لنا حياتنا، وكونوا على يقين ان ايوه الحاجه دي باذن الله هتغير لك حياتك. تمام. فبالله عليكم ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك في القناه، ولايك كده حلو منك وتعليق حلو منك كده، وان شاء الله يا رب يفرح قلبكم زي ما بتفرحوا قلبي، اللهم امين. تمام. طيب تالت حاجه الدعاء اللي هو ايه يا بنات، زي ما بقول لكم ايه، وده بقى عايزاكم المهم، يعني الدعاء ده مهم جدا جدا جدا، ما تسيبوهوش. بعد كل صلاه قوليه، بعد صلاه الظهر، بعد صلاه الضحى، بعد صلاه العصر، المغرب، العشاء، الفجر، ما تسيبيش الدعاء ده خالص. دايما قولي ايه، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى، واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. دايما الدعاء ده قوليه بعد كل صلاه. والله يا بنات جميل جدا، معناه جميل قوي. ودولت كانوا الثلاث ادعيه من القران، تمام، من الصور ان شاء الله. لو كده عايزين اذكر لكم اسم الصور اذكرها لكم. تمام. اما بقى الاثنين اللي جايين من السنه دولت انت هتعمليهم الصبح وبالليل. تمام. اول حاجه، اول حاجه ولادك قبل ما يروحوا المدرسه، سواء في مدرسه سواء في حضانه سواء مش في مدرسه، تمام، بتصحي الصبح تقومي حاطه ايديك اليمين كده على راسهم، كل واحد واحد كده، وما تقولي يعني تقولي ايه، اعوذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه، 3 مرات. تلفي كده على اولادك الصبح كده، كل واحد فيهم على راسه، سواء كبير سواء صغير سواء، بصي كده هتلاقي ان شاء الله ربنا بيزولك من كل شر وبيهديهولك. تمام. عايزاكي تعملي مره كده الصبح ومره بالليل. كمان تاني اللي هو دعاء يا بنات من السنة، اللي هو ايه، تقولي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حتى لو قايلك مش شاطرين، لو مش متفوقين، لو بتبذلي كل مجهودك معاهم في التفوق وبرضه مش متفوقين، دماغهم مش جايه في التعليم وكل ده، دايما قولي الدعاء ده، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لو بنوتك اللهم فقهها في الدين وعلمها التأويل. خلاص يا بنات. يعني عايزه اقول لكم 5 حاجات دولت يا بنات ادمنيهم واشتغلي عليهم، ما تسوبهمش. بعد كل صلاه، بعد كل صلاه قولي ال5 حاجات دول. شوفي الخير اللي هيعم في حياتك، شوفي اليسر. شايفه كل حاجه معصره في حياتك، لا ان شاء الله ربنا هيسرها لك. تمام. يعني عايزه اقول لك بفضل الله حياتك هتتغير تماما. ادمني ال5 حاجات دول. تمام. وشوفي اولادك هيتغيروا ازاي، حال ولادك هيتغير تماما، حالك انت ذات نفسك هتغير تماما، نفسيتك لما تلاقي ان ما شاء الله كل حاجه بقت ميسره، ساعتها انت هيبقى عندك مجال تفكري تعملي حاجات تانية وتعملي مشاريع وتغيري حياتك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ارجوكم ارجوكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وعايزاكم كده تدعوا لي دعوه حلوه كده ليا ولاولادي، وربنا يصلح حالكم وحال اولادكم جميعا ويحقق لكم اللي بتتمنوه، اللهم امين. دمتم في حفظ الله سالمين. اترككم فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.